قال إنه حصل. أهلا بكم من جديد. شبرا بشبر وذراعا بذراع يحاول جنرال ليبيا خليفة حفتر تعقب الانقلاب العسكري المصري، بدءا من خطابات استجابة عسكر الوطن الشرفاء لدعوات الشعب ونزولهم لحمايته، وحتى رفع راية الحرب على الإرهاب وتخليص البلاد من الإخوان لتحقيق الاستقرار. وفي سبيل ذلك لم يكن لدى حفتر أي مانع بأن يوجه الجيش المصري ضربات داخل ليبيا لتأمين الحدود بين البلدين، في الوقت الذي يصف فيه رئيس الحكومة الليبية المقالة علي زيدان الأجواء في ليبيا بأنها نفس أجواء 30 يونيو. فهل يسير بالفعل عسكر ليبيا على خطى السيسي ورفاقه؟ وما هي عواقب ما يحدث في ليبيا على حوالي نصف مليون أسرة مصرية يعمل عائلها في جارتنا الغربية؟ هنا في بني غازي يمتزج صوت المدفعية مع الأذان في خليط ينذر بأن القادم سيكون أكثر دموية. قتل 20 شخصا على الأقل وجرح 70 آخرون نتيجة المعركة المتبادلة بين قوات الجنرال المنشق خليفة حفتر وكتائب الثوار. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذا البيان رغبة الجيش الوطني في استمرار الحياة المدنية واستقرار الحياة السياسية والأمنية في ليبيا. تصاعد العنف في ليبيا بعد قيام قوات حفتر بمهاجمة المؤتمر الوطني الليبي المنتخب ديمقراطيا مطالبين بإسقاطه. استعان حفتر على انقلابه بميليشيات مسلحة من قبائل الزنتان غرب البلاد والمعروفة بعدائها للإسلاميين. بالمقابل قام البرلمان الليبي المنتخب بدعوة كتائب الثوار للدفاع عن الشرعية من مدن مصراتة والشرق. قد يبدو المشهد أكثر عنفا عن الجارة المصرية، لكن اللواء العائد من المنفى يؤكد مرارا سيره على خطى السيسي، وكما اختزله السيسي سابقا يلصق حفتر تهمة الإرهاب حصريا بالإخوان المسلمين الليبيين. لا ولاء لهذا الوطن ولا حتى اللي في مصر ولا أهل مصر ولا كل للحزب. وفي سبيل ذلك أكد اللواء المعروف بميوله اليسارية إنه يوافق على أي ضربة عسكرية تنفذها مصر حتى لو وصلت تلك الضربة إلى الأراضي الليبية. في عناصر من القاعدة بتهدد بأنها هتشن هجوم على مصر من الغرب، من ليبيا، من شرق ليبيا، وفي الحالة دي هيكون في رد فعل إن الجيش المصري يضرب. طبعا يضرب. حضرتك مع الضربة؟ أنا مع الضربة حتى داخل ليبيا. بالإضافة لتأكيد حفتر على أن طرابلس غير قادرة على تأمين الحدود مع مصر، فقد أكد أن ليبيا بحاجة لمساعدة شقيقتها في حمايتها من الطامعين. جميع من هب ودب دخل حشر أنفه في ليبيا. كل هذه المطامع لا تصل فيه. نحن نريد أن نخلق جيران ممتازين. الغريب في الأمر أن الرجل أكد سابقا أن مصر نفسها تدخل ضمن قائمة الدول الطامعة في ليبيا والتي يجب اعتبارها من الأعداء. من عدوي؟ من هو؟ مصر، السودان، تشاد، نيجر، مالي، جزائر، تونس، من هو؟ أنا أقول لك والله ما همش أعداء، كلهم أصحاب، بس لابد نعمل على أنهم كلهم أعداء، لأنهم كلهم فقراء وكلهم عند طمع في هذه ثروة. وحين تمت مواجهته بأقواله المستهجنة عن مصر استنكر هو شخصيا تلك التصريحات. يا وين هذا الكلام اللي تكلموا به؟ أنا لسه عرضه حالا سيادة اللواء. أيوة عرضه حالا، ولكن هذا جاي في سياق شرح كيف تكون الجيش، يعني كيف يتم تكوين جيش. رئيس الوزراء الليبي والذي سحب البرلمان الثقة منه سابقا أكد أيضا للإعلام المحلي المصري أن حفتر غير طامع في السلطة ولا ينتوي الترشح لأي منصب سياسي. اللواء حفتر لن يكون من وراء هذه العملية، لن يكون مطالبا بأي مكسب أو مغنم سياسي أو وصول إلى السلطة. وعلى ذات النسق يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن حفتر سيحارب الإرهاب بدعم شعبي. السيد حفتر رسالته للشعب أن نقاوم الإرهاب وأن نبدأ ببناء الوزارات والجيش. هذه رسالة جيدة. في ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية احتشد الآلاف دعما لحفتر في حربه المزعومة على الإرهاب. وعلى خطى الهتاف الشهير يردد أيضا أنصاره ضد الإرهاب جيش وشعب إيد واحدة.
من نشوفوا ليبيا متحدة، شعب والجيش صوت واحد ايد واحدة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة اللواء عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي، أهلا وسهلا بيك. وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ سامح راشد الكاتب والباحث السياسي، أهلا وسهلا بيك. بداية دكتور عادل، بعيدا عن تصريحات حفتر، احنا عندنا مرشح رئاسي وزير الدفاع السابق قال ان الجيش بتاعنا مش هيقعد ساكت على اللي بيحصل في ليبيا، وقال ان هو مش هيقعد يتفرج، وقال كمان ان اي دولة عربية محتاجة الجيش المصري في حاجة مسافة السكة. يعني عندنا وزير دفاع هيصبح رئيس الجمهورية ما عندوش مانع من تكرار فكرة التدخل العسكري المصري في دول الإقليم. ده شيء يقلق ولا لا يقلق؟ لا، ده شيء في منتهى الخطورة. الحقيقة لسببين. يعني أولا التجربة التاريخية لمصر واستخدام القوات المسلحة خارج الحدود المصرية تجربة مريرة جدا ونتائجها سلبية في كل المرات اللي تمت فيها من زمان، من أيام هزيمة الحبشة. تجربة مريرة جدا وفي التاريخ القريب جدا طبعا واضحة تجربة اليمن تجربة مريرة جدا. بعتنا قوات للعراق حتى في زمان قديم شوية وبرضه تجربة سيئة، يعني كلها تجربة سيئة. دي نقطة. وبعتنا قوات المكسيك ما رجعتش لحد دلوقتي. ده من زمان. دي يعني أيام الخديوي محمد سعيد، ودي كان لها ظروف يعني. إنما فكرة التصريحات لأغراض مرحلة معينة في مرحلة انتخابية معينة ولجذب دعم من بعض الدول العربية، دي حاجة، دي أنا باخدها من هذا الاعتبار، يعني من وجهة النظر. استهلاك، يعني استهلاك إقليمي، استهلاك محلي وإقليمي، مش كل الإقليم، لا لأطراف معينة في الإقليم. لكن مش وارد ابدا انه الجيش المصري يدخل في شرق ليبيا اذا حس باي شكل. لا صعب. ليه بقى؟ اصل في فرق بين حاجتين يعني نوضحهم، ما بين القوه والقدره. من غير شك الجيش المصري يمتلك القوه للتدخل، يعني عنده الدبابات وعنده الطيارات وعنده القوات، يعني دي القوه. هو دخل قبل كده الجيش المصري بالثلاث. دي ظروف تانية خالص وبالتصديق وبأوامر من أمريكا وحاجات كده. يعني ما دي القدرة بقى. طب ما أمريكا إيه اللي هيمنع صدور الأوامر من أمريكا برضه؟ مش عاوزة. مين قال إن أمريكا عاوزة إن الجيش المصري يتدخل في ليبيا؟ ومين قال إنه لأ؟ ما هو مين عشان كده؟ مين قال ومين قال لأ؟ لكن إذا كان في معسكرات فعلا زي ما قال حفتر وزي ما قال وحتى قال بعض المحللين المصريين إنه في معسكرات وفي إرهابيين وفي مش عارف إيه على حدودنا مع ليبيا. هل الارهابيين دول امريكا عايزاهم؟ اكيد مش عايزاهم. يعني ممكن تقول له ممكن تصمت. لا، وهل هي عاوزه الجيش لا، اصل في نقطه بس صغيره. المبدا نفسه في حد ذاته امريكا لا تقبله. مبدا ان قوات مسلحه رسميه من دوله تخرج خارج حدودها، ده مبدا غير مقبول. تشتغل شغل مخابرات، تشتغل شغل دعم، تشتغل شغل لوجستي، تشتغل كل ده ممكن. انما شغل مباشر بوحدات عسكريه من دوله تدخل تجتاز حدودها وتتعامل في دولة تانية خارج حدودها، ده غير مسموح به في الشرق الأوسط إلا لدولة واحدة. إسرائيل. العدو الإسرائيلي. لكن سمحت به سوريا في لبنان، وسمحت وسمحت في تشاد بدخول القوات الفرنسية، وسمحت لليبيا بدخول تشاد. يعني في نماذج كتيرة في أوقات معينة، في نماذج كتيرة لتدخلات، لكن وأمريكا برضو قعدت ساكتة، برضو ما عملتش أي حاجة. لا معلش بس اسمح لي، في فرق بين ان هي بتبقى هي اللي عاوزه وهي اللي بتأمر وهي اللي موافقه، وفي فرق ان اي حد يقدر يعمل كده لوحده. ده اللي انا عاوز اوضحه. تمام. يعني ده دخلت مش عارف مين في سوريا لما راحت لبنان في اتفاقيه الطائف. ماشي، هي موافقه، امريكا موافقه، بس لما امريكا قررت ان سوريا تمشي، مشيت في قد ايه؟ في 24 ساعه، اقل شويه. سامح راشد، هل فعلا الليبيين عايزين الجيش المصري في داخل الحدود الشرقية لليبيا أو الحدود؟ يعني هل هتسمح لي الأول أعلق بس على الجزئية المتعلقة بالموقف الأمريكي؟ يعني أعتقد أن الولايات المتحدة احنا يعني ليس لدينا بالفعل إشارة واضحة عن الموقف الأمريكي، لكن السوابق بتقول، وأنا هنا يعني بأيدك، أن السوابق بتقول أن واشنطن أحيانا لا يكون لديها مانع من تدخلات لا تؤثر على مصالحها إن لم تكن تخدم مصالحها. وأنا عايز أربط ده بالسياسة الأمريكية في المنطقة اللي بدأت تتغير في العامين الأخيرين،
واللي القوام الرئيسي بتاعها هو الانسحاب التدريجي أو الخروج التدريجي من منطقة الشرق الأوسط سياسيا وعسكريا إلى حد ولابد أن يملأ الفراغ، هذا الفراغ أحد. بالضبط بالضبط. مين بقى اللي هيملاه؟ هل الجيش المصري هو يملاه ولا يملاه في بعض المناطق؟ ليس وإسرائيل تملاه في مناطق وإيران تملاه في مناطق وهكذا. ربما يكون أحد أوجه الاتفاق الإيراني الأمريكي المبدئي واللي بتجري مفاوضات تفصيله دلوقتي، ربما تكون أحد أوجهه أن إيران تصبح هي الوكيل الإقليمي على الأقل في منطقة المشرق العربي. وفي الحالة دي منطقة المغرب العربي اللي مصر بتعتبر إلى حد ما محسوبة عليها بحاجة إلى وكيل إقليمي آخر. الأمر الثاني والمهم وده اللي هنقل منه على الداخل الليبي، إن ليبيا في حالة فراغ وفي حالة فوضى أمنية بحاجة بالفعل إلى من يضبط هذه الفوضى ويملأ هذا الفراغ. وفي دعوات صدرت في الأشهر القليلة الماضية بشكل واسع لدول الناتو، لدول التحالف الدولي اللي حربت القذافي وقضت عليه بأنها تعود مرة أخرى الدخول في يعني بيقول إن الناتو أخطأ إنه انسحب من ليبيا ولم يدخل. بالظبط. فهل ده ممكن يكون تمهيد، ما اقصدش تصريحات، لكن هذه الدعوات بشكل عام ممكن تكون خطوة أولية لألا تتدخل دول الناتو أو دول أجنبية، ويكون التدخل عن طريق أطراف إقليمية ليس بالضرورة لخدمة الناتو وليس بالضرورة أيضا لخدمة الشعب الليبي، ولكن على الأقل إن احنا في تهديدات بالفعل للأمن المصري، لنا مصلحة، في مصلحة مباشرة، لأن في تهديد حقيقي ومباشر عبر الحدود الغربية للأمن المصري. ثم في مرتبة تالية الأسلحة اللي بتتدفق عبر الحدود. طب ما تقفل الحدود، صعب ان انت تتحكم أو راقب الحدود في كل هذه المسافة الطويلة من الحدود. الأمر الآخر ان عدم الاستقرار والفوضى اللي بتضرب في ليبيا كلها بما فيها المنطقة الشرقية. أصل هو اللي بيهرب السلاح ده مش معسكرات، اللي بيهرب السلاح ده تجار. ضربت معسكر هنا، اضرب براحتك، ما انا بهربه من هنا لكن ومن ممكن هنا. لما تتعامل مع المنبع من نقط التمركز ونقط تجميع هذه الأسلحة اللي بتيجي من مصادر أخرى من خارج، بعضها من خارج ليبيا وبعضها من مخازن الأسلحة اللي موجودة في ليبيا، فأنت كده بتقضي على نقط التصدير نفسها، بس ده هيجرك على إلى القنوات حرب، أو المعابر، هيجرك إلى حرب، لأن هذه المصادر اللي بتهرب كله بيهرب سلاح في ليبيا. هذه المصادر اللي انت هتروح هتدخلك في متاهات ليبيا، مش بس منطقة الحدود في هذه الحالة، مش كده ولا ايه؟ لكن على الأقل في مساحة قريبة انت ممكن تتعامل معاها، وفي نفس الوقت ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني الدكتور عادل عايز يعقد بس على الحتة دي الأخيرة خلاص المنطق ده إذا مشيناه يبقى لازم نحارب السودان، لازم نضربها. ما احنا بيجي لنا تهريب سلاح من السودان أكتر من ليبيا بقى. طيب. وما أدرانا إن احنا معنا محمد عيسى، كل الناس بقى. ربما محمد عيسى الناطق الرسمي باسم كتيبة 17 فبراير الليبية، أهلا وسهلا بيك. هل أنتم فعلا عايزين تدخل مصري في ليبيا زي ما قال السيد خليفة حفتر؟ نحن بالكامل ثوار 17 من فبراير ورئاسة الأركان والحكومة والمؤتمر الوطني نرفض بالكامل أي تدخل أجنبي في ليبيا، سواء من مصر أو غير مصر. نحن الحمد لله مسيطرين على ليبيا بالكامل، ونسيطر على حدود دولة ليبيا بالكامل. نحن ضد الانقلابيين، ضد من يريدون حكم العسكر في دولة ليبيا. نريد دولة مدنية، نحن نريد دولة الاستقرار، دولة الأمان، نريد أن ترقى باقتصادها، أن ترقى بتعليمها. هذه الدولة طيب. دولة عانت على مدى 40 عام من القذافي، لا نريد قذافي ثاني. هل أنتم تحاربون الآن سيد خليفة حفتر ولا أنتم يعني ما موقفكم منه؟ نحن الآن نواجه عدو وهو المدعو خليفة حفتر وبعض القوات. خليفة حفتر الآن تأكدوا بالكامل أن خليفة حفتر هزم بالكامل في جميع معاركه وفشل في مخططاته الحربية التي يريد بها تقسيم ليبيا ويريد بها أن يرجع بليبيا إلى الوراء. من يدعم في رأيكم من يدعم خصمكم اللواء خليفة حفتر؟ حفتر والمجموعات التي معه دعمهم مشبوه، كتائبهم مشبوهة، غير تابعين للدولة. لكن الذين يدعمونهم هو طبعا معروف أنه عميل أمريكي يريد أن يطبق سيسي جديد لليبيا. لكن هيهات ليست ليبيا كمصر. الشعب الليبي شعب مسلح بإذن الله، سيحاربوه في كل شارع، في كل بيت، في كل منطقة، في كل مدينة. الناس خرجت ضد حفتر، خرجت مظاهرات، لكن حفتر له أنصاره أيضا، وهنالك كثير من قوات الجيش الليبي انضمت إليه. يعني هو مش لوحده، يعني هو مش واحد. هي ليست قوات جيش ليبي. نحن الشرعية رئاسة الأركان الآن هي معنا
ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة والمؤتمر الوطني كلهم معنا. نحن مع الشرعية، نحن تحت الأوامر، أوامر رئاسة الأركان السيد رئيس الأركان عبد السلام جد الله. شكرا جزيلا لك محمد عيسى، الناطق الرسمي باسم كتيبة 17 فبراير الليبية. نشوف أيضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدى تفاعلهم مع تصريحات حفتر وعلي زيدان اللي قالوا أنه طلبوا دعم من السيسي والسيسي رفض، وأنه ما عندهمش مانع أنه السيسي يدخل مصر أو الجيش المصري يدخل ليبيا، وكذلك أنه الوضع في ليبيا الآن زي 30 يونيو في مصر. شوف مع عمرو حسن. هي ذات المطابقة تماما زين التي تحدثت عنها تدوينات أو تعليقات متابعينا على فيسبوك، التي نبدأها مع مازن الذي يقول خاين زيه زي الخاين بتاعنا، وذلك وفقا لوصفه. التركي والحرية تقول حفتر الابن غير الشرعي هو والسيسي لأمريكا. أما رحيق المختوم حساب على فيسبوك يقول هو رجل وجد ظله في السيسي وينفذ مخطط واحد وهو الانقضاض على الثورة الليبية والمصرية على هاشتاج مصر الليلة. حمادة الكرايمة يقول شفت وطنية حفتر، موافق على ضرب بلاده ونعم الوطنية. أما تامر فيقول ده مسكين، كل ما يجي يعمل انقلاب بيفشل، مش عارف يسيطر. على تويتر الشيخ مجدي يقول فخ جديد حتى يقعوا أو حتى يفعلوا في مصر كما فعلوا في العراق بسبب الكويت، وطبعا هم مفاهمين السيسي انه كده مخلص البشرية على هاشتاج مصر الليلة. محمد حسن يقول وده معناه ان حفتر هو التطور الطبيعي الليبي للانقلاب العسكري في مصر. الرحمن الودود يقول او هذا الحساب يقول ده واحد عايز يعمل في شعبه زي ما عمل السيسي بس مش قادر فبيطالبوا يعملها بداله. أما خالد أبتك أعتقد يقول حفتر ليبيا هو سيسي مصر، ولا أشك في تدخل عسكري مصري في ليبيا حتى ولو كان في الخفاء، في النهاية كلهم تلاميذ أمريكا. أما التدوينة الأخيرة معنا تقول إن شاء الله حفتر بي قبل ما يتغدى بينا. إليك زين. شكرا جزيلا لك عمرو حسن، وأشكر أيضا ضيفي في الاستوديو. للأسف انتهى وقت الفقرة. أشكر اللواء عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي، شكرا جزيلا، وأشكر سامح راشد الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. على أن يتولى رئيس